بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ لو نفسكم بقى في حاجة حلوة كده تدفي القلب وطعمها كده لا يقاوم وفي نفس الوقت سهلة في التحضير، يبقى مفيش غير ام علي. تابعوا معايا بقى خطوة بخطوة وخلي كده ريحة الفرن تملى بيتك وهقولك كمان على كل الاسرار اللي تخليها انجح معاكي من بتاع المحلات. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا هنجيب الملفي. في ناس بتحب تستعمل الكرواسون، وفي ناس بتحب تستعمل الرقاق، وفي ناس بتحب تستعمل الجلاش. انا بالنسبة لي الملفي وبعديه الكرواسون، بس مش بحب بصراحة لا الرقاق ولا الجلاش، بس اللي لو انتوا بتحبوه طبعا الاكل ده اذواق. بجيب الملفي وبكسره، مش عايزه اكسره ناعم قوي عشان ما يبقاش معجن، يعني حتت كبيره كده. وارش بقى طبعا كل الحاجات اللي هقول لكم عليها دي اختياري، يعني ممكن تشيلي اللي عايزه تشيليه وتزودي اللي عايزه تزوديه. هنحط زبيب وهنحط جوز الهند، بس جوز الهند دي بصراحه من الحاجات الاساسيه. هنحط كمان شويه مكسرات كده ونقلب كل ده مع بعضه. لو حابين تشيلوا كل ده وتخلوها الملفي واللبن بس، خلاص. طبعا دي حاجة ترجع لذوقكم. ده كده عندنا لتر لبن بس يكون سخن قوي، يعني انا كده غليته وطفيت عليه يدوب. بعد كده بجيب بقى الحلة بتاعتي، بحط فيها حوالي كوباية الا حاجة بسيطة الا معلقتين كده من السكر، والمقدار ده حلو قوي عشان ما يبقاش سكرها زيادة. بسيبها لغاية ما بتتكرمل معانا بالطريقة دي كده، وتبقى عندي زي صوص الكراميل. وبروح ضايفة عليها لتر اللبن السخن اللي انا كنت راكناه على جنب. طبعا ما تخافوش، هي في الاول بتكتل كده السكر، لكن بعد كده السكر ده بيدوب خالص وما بيبقالوش اي اثر. طولوا بالكم بس عليه شوية وقلبوه كده بالراحة لغاية ما يدوب معاكم. بعد كده بصوا، هو حتى تلاقوه طري، يعني مش ناشف، تلاقوه طري كده، فده معناه ان هو هيدوب. بصوا بقى خلاص بقى كده عبارة عندي عن لبن مكرمل او لبن بطعم الكراميل. عايزة بقى اخليه ريتشي كده وغني، هجيب حوالي ربع كوباية من الكريمة. وبصوا هي بصراحة دي مش كريمة، ده وش اللبن، يعني اللبن اللي لما بجيبه بغليه وببيته بيعمل طبقة وش كبيرة كده بشيلها في الفريزر. هنا بقى كده حطينا اللبن بالكريمة بالكراميل على الملفي بتاعنا. ولازم او مهم جدا ان هو يبقى كتير، يعني السائل اكتر من الملفي علشان ما يبقاش طعمه كده ناشف واحنا بناكله. يعني بصوا كمية اللبن ومع كمية الملفي زي كده، زي ما انتوا شايفين كده. احنا عايزينها كده، لان هو كل ما هيقعد كل ما هيشرب اللبن ده، فما نحسش ان احنا بناكل حاجة كده ما بتتبلعش يعني. بعد كده بقى بجيب اسيبها بقى لغايه ما تطرى. بجيب حوالي معلقتين من الكريم شانتيه اللي هو الخام او اللي بسكر، اي حاجه موجوده عندكم يعني. وبحط عليها ربع كوبايه من الميه البارده. انتوا حتى شايفين الكوبايه مشبره، ميه تكون ساقعه قوي. وبقلبهم كويس مع بعض كده، انا لسه مش هضربهم دلوقتي. وبجيب كمان حوالي معلقتين كبار من اللي هو وش اللبن او الكريمه اللي انا شلتها من اللبن وبشيلها في الفريزر. يعني انا بحوشها وبحطها في الفريزر، معلقتين او 3 معالق كده على حسب الكميه اللي عندكم. وبضربها بالمضرب العادي خالص. انا مش محتاجه مضرب الكهرباء، لاني انا مش محتاجه ان انا اعمل فوليوم للكريم شانتيه. انا بس مجرد ان هي كريمه سايله كده هغطي بيها الوش بتاع الصينيه بتاعتنا. اجي بقى الصينيه، شايفين الملفي شرب اللبن المكرمل ازاي؟ عشان كده قلت لكم لازم يبقى كميه اللبن كتيره شويه، عشان لما يشرب ما تبقاش الصينيه ناشفه، تبقى طريه كده وجوسي من جوه. هاجي بقى اروح رش عليها الكريمه الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، واسويها على قد ما اقدر. اسويها كده بحيث ان انا ما اسيبش اي حاجه باينه. واحاول ان انا اوزع كده بالتساوي. واحاول كمان ان لو في حته فيها لبن وحته لا، ابتدي افردهم واخلي كل الصينيه سوا واحد. هرش بقى رشه بسيطه جدا من سكر البودره، لان ما نكترش عشان ما تبقاش حلوه ومسكره قوي. وبعد كده بقى بجيب شويه مكسرات، بس هنا المكسرات انا عاملاها ناعمه، يعني خليها كده ناعمة شوية، حطيتها على الوش بتاعنا. دي كده الصينية بتاعتنا خلصت. بصوا بقى على الجمال، الجمال ده وش ذهبي وريحة تخطف القلب. يعني بجد ام علي دي مش مجرد حلويات بنعملها، دي حاجة كده تحس انه هي حكاية.
حكاية طعم كده بيرجعنا لأيام زمان، الأيام الجميلة دي اللي بنفتكرها كلنا وبنبقى نفسنا ان هي ترجع تاني. جربوها وبجد هتعجبكم قوي، والوش المحمر ده طعمه تحفة، وممكن كمان تزودوا تحمروها شوية عن كده. جربوها بقى وشاركوني رأيكم في التعليقات، واستنوني في وصفة جديدة هتخطف قلوبكم ان شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.